السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة النهاردة هي مش جديدة، انا عملتها معاكم قبل كده في القناة، بس كل الفكرة انه في مكون جديد حرفيا هيغير طعم الوصفة حرفيا. فكرته جات لي منين ان انا احطه، هي اول مرة ان انا احطه في صينية الفراخ بالبطاطس، بس فكرته جات لي منين؟ فاكرين اللي شاف معانا الفيديو بتاع السمك اللي هو معمول بالصوص اللي فيه صلصة وكده؟ وقتها احنا حطينا المكون ده، وبصراحة لما جيت ادوق طعم الصوص اللي كان معمول فيه السمك كان طعمه تحفة بسبب المكون ده. فقررت النهاردة بما اني هعمل فراخ بالبطاطس اني يعني احط فيها كده شوية تغييرات، فقلت تمام هنحط المكون ده ونشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. بس يعني بناء على ما حدث سابقا يعني، فاكيد هيدي نفس الطعم اللي عجبنا جدا بصراحة. طيب، زي ما احنا عارفين ادي اهو عندنا الفراخ. عايزة بس اقول حاجة بالنسبة لموضوع الغلاء اللي احنا عايشين فيه ده، وان الفراخ سعرها عدى او هو توازى تقريبا مع سعر اللحمة. ف هقول لكم بس على حاجة، ممكن يعني هي حاجة فكرة اقتصادية كده، ممكن ان انتوا من خلالها تاكلوا الفراخ وفي نفس الوقت يبقى الموضوع يعني تمام معاكم يعني. احنا هنا في البيت فردين، تمام يعني انا لما باجي اعمل الفراخ، انا عارفة ان معظم البيوت بتقطع الفرخة، ممكن في ناس بتقطعها 4، ناس بتقطعها 5 على حسب عدد الاسرة. بس في فكرة اني مثلا يعني شايفين معايا دول وركين، انا قطعت الورك ده على كذا حتة. ازاي؟ يعني مثلا في ناس بتقطع الورك جزئين، اللي هو بيبقى الدبوس والحتة اللي هي بتبقى ماسكة فيه دي. انا كمان حتى الحتة دي بقطعها. هو ده مش يعني مش كنوع من الوفر ولا حاجة، بس الفكرة كلها ان انتي كل لما قطعتي الفرخة بعدد اجزاء اكبر، كل لما كان طعمها تحفة، يعني التتبيلة بتتشرب من التتبيلة اكتر. فده كمان حتى لما بتيجوا يعني تحطوها مثلا على السفرة او على الصينية لما اللي بتاكلوا عليها، بتلاقوا ان هي بترمي معاكوا عدد اجزاء من الفراخ اكبر. وعلى فكره بتبقى مشبعه، يعني مش معنى ان انا اخدت مثلا، يعني انت مثلا بدل ما بتدي قطعه لا بتدي قطعتين، وبيبقى شكلهم كبار وبيبقوا طعمهم ألذ من ما كانت وهي كبيره. فحاولوا تجربوا الموضوع ده وصدقوني يعني هيفرق جامد معاكم، خصوصا لو عدد افراد الاسره اكبر، يعني اكتر من 4 أو 5 أفراد. حقيقي الفرخة هتقضي معاكم وهيفيد منها كمان. طيب، أنا رجعت كتير مع إن أنا كنتش والله حابة إن أنا أطول، بس قلت إن أنا أفيدكم يعني أشارك معاكم والحاجات دي، لربما حد ممكن إن هو يستفاد منها. طيب، ايه بقى المكون اللي انا محيراكم عليه من اول الفيديو ولسه ما قلتش عليه؟ هو سهل وبسيط. احنا طبعا متعودين، او اي حد بيعمل صينيه فراخ متعود ان هو بيجيب الفراخ وبيحط المكونات. بقى انا بحب احط المكونات دي بصراحه في التتبيله، اللي هو البصل والثوم والطماطم وقرن فلفل حسب الرغبه طبعا، والبطاطس. في ناس بتقطعها دوائر، انا بفضل ان انا اقطعها مربعات، برضو بحس ان هي بتاخد من التتبيله اكتر، ما بتبقاش يعني لو قطعة كبيرة هتبقى مش طعمها زي ما بتبقى قطع صغيرة. وعشان انا دايما انا ومحمود بنفضل انه الاكل بتاعنا يبقى فيه شوية مزازة، فبحط بشرة ليمونة، ومفيش مانع ان انا اعصر ليمون، وطبعا الزيت والخل. التوابل اللي انا بستخدمها البابريكا والكاري والفلفل، ده شيء اساسي، والملح والكزبرة. لو حد بيفضل يحط توابل تانية طبعا مش هتقول لا. يعني هي الصينية دي اللي بيعجبني فيها انه اي حد حابب ان هو يضيف اي حاجة يعني على ذوقه، يعني ما بتقولش لا، وبتطلع برضو تحفة يعني. فمن الاكلات المحببة الى قلبي، اللي هو ما بيبقاش فيها غلط خالص يعني. المهم لو ناس برضو ما عندهاش اللي هي التوابل دي، ممكن عادي تمشي بملح وفلفل بس وهتبقى طالعة تحفة.
المهم بس يعني ايه النفس كده، وانك تبقي مفرفشه ومبسوطه وانتي داخله تعملي الاكله، وكل الاكل هيطلع زي الفل. آه هنحط بقى دلوقتي كل الحاجات دي جوه الخلاط، المكونات دي والتوابل. والمكون برضه انا لسه ما قلتوش عشان انا برغي كتير والله مش قصدي ان انا احيركم، بس يعني اهو مش هبخل عليكم. كزبره خضراء، حطوها والله ما هتندموا، حرفيا هتغير طعم الاكله تماما. دلوقتي انا هحط كل المكونات وهخلطها، وبعدين هنشوف انا هعمل معاكم ايه تاني. طيب هنحط التوابل. طبعا احنا اوريدي حاطين الكزبره الخضراء. دلوقتي هنحط بقيه المكونات، الطماطم والفلفل والبصل والثوم. دلوقتي هنحط بشر الليمون مع نص ليمونه معصوره. دلوقتي هنحط شويه خل، شويه زيت، ونخلط بقى كل المكونات دي مع بعض. طيب الخلطه اهي خلاص احنا عملناها. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه اهي من قبل ما تستوي. وعايزه اقول لكم كمان ان وانتوا بتسووا الصينيه دي هتشموا ريحه لا العجب، هتجيب اخر الشارع يعني. المهم في بقى مكونين انا بحب احطهم مع الفراخ يعني، او اي لحوم عامه، واعتقد ان كتير مننا برضو بيعمل كده يعني. بالنسبه لي انا مهمين جدا، يعني ما فيش عنهم اي استغناء. هما ورق اللوري وسنه حبهان مطحون. تمام. دلوقتي بقى هنحط البطاطس مع الفراخ، وبعدين هحط عليهم الصوص، واحاول ان انا اقلب في بعضه كده عشان كله يشرب من التتبيله. انا الخطوه دي هعملها، بس يعني معلش عشان انا ماسكه الموبايل بايدي فهخليه على جنب واعمل دوت، وبعدين ارجع اصور لكم انا عملت ايه. اهو يا جماعه الخير على راي ابو جوليا. دلوقتي بقى هنصب الخليط ده على الفراخ والبطاطس. اهو كده خلاص الصينيه جهزت معانا. دلكنا بقى الفراخ والبطاطس بالتتبيله علشان كل حاجه في الصينيه تتخللها التتبيله. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنغطي. تمام. وبعد ما نغطيها، اللي عايز يسيبها تشرب من التتبيله يعني شويه، مثلا من ساعتين لليله كامله. طبعا كل ما قعدت في التتبيله كل ما كانت افضل. تمام. اللي عايز يسويها على طول مفيش مشاكل، برضو هتدي نتيجة حلوة. انا بسويها ازاي؟ في ناس بتحطها في الفرن على طول، انا لا، انا بحطها شوية على النار من فوق، وبعدين بدخلها تاخد وش بعد ما تستوي، واضمن يعني ان هي استوت واتشربت كل التتبيلة اللي فيها. بدخلها تاخد وش تحت الشواية، وبكده بتكون جاهزة. عايزة بس أشارك معاكم كده معلومة على الماشي، أو هي مش معلومة يعني نصيحة أنا بعملها، ونفسي كمان إني لو مفيش حد ملتزم بيها إن هو يحاول إن هو يراجع نفسه في الموضوع ده. حتة إن إحنا بنظلم أولادنا بإننا بنعمل لهم أوقات أكلات كلها بقى مواد حافظة ومش عارف إيه، وده يعني غصب عننا بسبب إن هو ده المتاح. يعني مثلا إحنا الفراخ الفراخ اللي احنا بنشتريها من بره، اللي هي الفراخ البيضه دي، انا عارفه ان هي فيها هرمونات كتير، ولو كان بامكانك ان انت تستبدليها بفراخ تكون بلدي فده بيكون طبعا افضل لينا ولصحه ولادنا اللي هم لسه طالعين للدنيا. كمان يعني حاولي على قد ما تقدري انك في الاكلات اللي انت بتعمليها تشيلي مثلا منها الصلصه المعلبه، او تشيلي منها مرقه الدجاج، او الحاجات اللي هي كلها مصنعات وكلها مواد حافظه دي، لان دي من الحاجات اللي بتضعف مناعه اطفالنا. مثلا الزيوت، انا عارفه والله ان الزيوت غاليه وان كل ده، بس مثلا لو حاولتي على قد ما تقدري انك توفري تمن مثلا ازازه لزيت الزيتون او حاجه تضيفيها في الاكل لولادك، ده بيزود من مناعتهم، يعني بيخلي عندهم مناعه اكتر، وبيكونوا اكتر قادرين ان هم يقاوموا اي امراض ممكن تجيلهم بسبب التلوث اللي احنا فيه. لان بنيانهم بيكون بنيان سليم، بنيان جسمهم بيكون بنيان سليم، فبالتالي
حاولي على قد ما تقدري انك انتي تعيدي تفكير في المكونات اللي انتي بتحطيها في اكلاتك، علشان خاطر دوت هيعود عليكي انتي واسرتك بشكل احسن في صحتكم. ارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم في الفيديو. ادي الصينيه زي ما انتم شايفين، ان شاء الله باذن الله بعد ما تستوي هصورها لكم وهقول لكم كمان طعمها كان عامل ازاي. هلا 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 هلا. وادي الصينيه، بصوا تحفه. ندوق بقى عشان نشوف بقى ايه سر المكون اللي انا طلعت عينكم عشان تعرفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تحفة. دوق يا محمود، دوق 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 دوق. ايه رأيك؟ تسلم ايدك. حلوة؟ واو تسلم ايدك. يلا يا جماعة جربوها بقى، ويعني بصي ما تنسوش يعني لايك بقى وشير بقى وايه وكومنتات بقى يلا والسلام عليكم.